تعالوا النهاردة هنعمل جلاش بطريقة روعة. هنعمل طريقتين من الجلاش، هنعمل طريقة سادة وهنعمل طريقة محشية. تعالوا بقى نشوف الطريقة وازاي هيطلع لون الذهبي الجميل دوت معانا. تعالوا نسمي الله. معانا صينية ومعانا ورقة الجلاش بتاعتنا. نسيح كوباية الا ربع من السمنة ونخليها كده جاهزة معانا. ندهن كده أرضية الصينية بتاعتنا دهنة بسيطة ونبدأ بقى نرص فيها الجلاش بتاعنا. طبعا حسب مقاس الورقة الجلاش بتاعك تقدري تقطعي الورقة، يعني لو مقاس وسط أو مقاس كبير بتاعة الصينية. طبعا أنا المقاس بتاعي وسط، فبدأت إن أنا أقطع حتة من ورقة الجلاش بتاعتي. حابين تعملوا الورقة كلها في الصينية بتبقى صينية طبعا كبيرة شوية. حابين تقسموها بتبقى الورقة تقسموها مثلا التلتين في صينية كده زي ما انتوا شايفين وسط، والباقي بنعمله في صينية صغيرة وبنرضي الطرفين. بنعمل يعني واحدة سادة وواحدة محشية. زي ما انتوا شايفين كل 3 ورقات بدأت ان انا ارش رشة من السمنة بتاعتي، وفي الاخر خالص بحط اخر ورقة ما بدهنهاش، ببدأ اقطعها الاول عشان تبقى سهلة معايا في التقطيع. انا هقطعها كده مثلثات صغيرة تبقى شبه الحلويات السواريك كده، بتبقى شكلها في التقديم حلو جدا. واقول لكم دلوقتي ايه اللي يخلي الجلاش هش معايا ويطلع معايا كمان لونه كده تحفة. هبدأ اقطعها تقطيعات كده صغيرة زي ما انتوا شايفين، او حسب بقى التقطيعة اللي انتوا عاوزينها. وبعد ما اخلص بقى الكمية كلها معايا والتقطيعة زي ما انتوا شايفين، بجيب 5 معالق من السمنة السايحة وبحطها كده زي ما انتوا شايفين، وعليها رشة من البيكنج باودر. معلش بس دوت ما تصورش، لكن انا حطيت رشة من البيكنج باودر على 5 معالق وقلبتهم كده من السمنة، وبدأت ان انا ارشهم على وش الصينية. طبعا في اللحظة دي بكون مشغلة الفرن قبل ما اشتغل في الصينية بتاعتي، بكون مشغلة الفرن احطها على الرف الوسطاني زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده تمام. هبدأ بقى ان انا اجيب الصينية بتاعتي التانية اللي قلت لكم هعمل فيها الجلاش المحشي. معايا صينية صغيرة ببدأ ان انا ارص فيها الورقات بتاعتي. ببدأ ارص كده كل 3 ورقات برضو برش كده رشة من السمنة على الوش كده. ما بزودش برضو لان ببقى بضيفه برضو من على الوش. وتقسمي بقى الورق بتاعك بالنص، يعني نص فوق ونص تحت. واول ما نخلص النص اللي تحت ببدا ارش بقى رشه جوز الهند، رشه زبيب، سوداني، اي مكسرات بقى انتوا عاوزين تضيفوها. وابدا بقى ان انا ارص بقيه الورق بتاعي من فوق. يعني حاولوا كده قبل ما تبدأوا في الجلاش تقسموه الأول نصين. خلاص كده قطعت التقطعات بتاعتي، وبنفس النظام جبت برضو من الزبدة ورشيت فيها رشة بيكنج باودر، وبدأت ان انا ارش رشة كده من على الوش اضيفها بقى في الفرن. ولما لونها يحمر زي ما انتوا شايفين كده وتديني اللون الذهبي الجميل دوت من غير شواية ولا اي حاجة. اهم حاجة على نار هادية. يبقى معايا الشربات بتاعي او السيرم بتاعي انا مجهزاه، كوباية ونص من السكر وكوباية ونص من المية وعصرة ليمون. رفعتهم على النار، ولما تبرد خالص يعني بتبقى الشربات بتاعي بارد الكنافة بقى والجلاش، احنا طبعا شغالين في الجلاش، فيبقى الجلاش بتاعي سخن، يبقى هو سخن والشربات بارد. تبدأي بقى تسقيه يطلع معاكي بالعظمة دي. طلع معانا جميل. تعالوا بقى نسقي الصينية الصغنونة بتاعتنا اللي هي محشية. طالعة بقى طعمها خطير. طعم الحشوة بتاعتها بتبقى حلوة جدا جدا. نسقيها برضو بالشربات بتاعنا وهي سخنة والشربات بتاعنا بارد. بدأنا كده نسقيها وهنشوف بقى يعني شكل الجلاش بتاعنا التاني كده شكله عامل ازاي. شكله خطير عامل زي البغاشة، يعني كده تقدري تسميه بقلاوة بغاشة جلاش، يعني زي ما تقولوا قولوا كده. اعملوه بقى على الطريقة ديت ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناة، ولو في اي حاجة اسألوني في التعليقات وانا تحت امركم اجاوب عليكم. واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.